السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. فإلا كنتم من عشاق المشروبات البارده والمنعشه بحالي، فالفيديو ديال اليوم ان شاء الله اكيد غادي يعجبكم، لانه غادي نحضر لكم فيه ميلك تشيك، العصير الكريمي الغني عن التعريف. المذاق ديالو رائع، سهل في التحضير ومكوناته جد بسيطه، وممكن اننا نحضروه يعني بالعديد ديال المذاقات. واليوم ان شاء الله انا اختاريت وتشهيت انني نصيبو بمذاق الشوكولا ومذاق الفريز اللي جا من أروع مما يكون، قوامه كريمي وطعمه لا يقاوم. ندخلوا نشوفوا التفاصيل كيفاش غادي نحضروا الميلك تشيك ديالنا. فهنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا، اول حاجه درت هو انني حضرت مسبقا كلاص ديال الفاني اللي سهل في التحضير ديالو. خديت هذيك العلبه ديال الكلاص بمذاق الفاني، طربتها مع 300 غرام ديال الحليب ودرتها في الكونجيلاتور تجمد معايا، وتحصلت على هذا الكلاص هذا اللي تيجي اكيد لذيذ وبنته زوينه بزاف. وغادي نجيب هنايا الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالي، وغادي نوضع فيه جوج ديال الليبول من هذا الكلاص هذا، لانني غادي نبدا معكم اولا في تحضير الميلك تشيك بمذاق ديال الفريز. من بعد ما غادي نوضع الليبول ديال الكلاص، غادي نزيد عليه عندي هنايا الفخيز المجمد، عندي تقريبا واحد 7 ديال الحبات اللي كانوا عندي في الكونجيلاتور، غادي نوضعهم وهما جامدين، وغادي نحلي بالنسلي اولا الحليب المركز المحلى. درت هنايا جوج ديال المعالق، وممكن انكم تعوضوه حتى بالعسل صافي. وغادي نضيف عليه هنا الحليب تا هو اللي تيكون بارد، وغادي نديه تطحن. وفي هذه الاثناء هذه ضروري ما غادي نشكر خويا اتوميكس على الدعم ديالو الصادق والحقيقي مع الجميع. دائما كيفرح الاخوات بتحقيق شروطهم، يعني من الشرط الاول حتى الشرط الاخير. فمشكورين لك خويا اتوميكس على اي حاجه كديرها معنا وعلى الفرحه اللي كتدخلها على جميع الاخوات، الله يجازيك كل خير. وهنايا في هذه الوقيته هذه غادي نجيب الكاس ديالي اللي غادي نقدم فيه الميلك تشيك ديالي. هنا عندي واحد شويه ديال الكولي ديال الفخيز اللي غادي ندير بهنايا بهذا الزين هذا كيف ما كتلاحظوا معايا في الكاس، باش هكا كنعطي هذاك الجماليه وهذاك المنظر الزوين للعصير ديالي. هنا من بعد ما طحنته كيجي القوام ديالو على هذا الشكل هكا، وكنفرغوه مباشره في الكويس ديالي. هانتوما شوفوا القوام ديالو كيجي هكا خاطر وكريمي ورائع، واحد المذاق ما نعاود لكمش عليه. وهنايا غادي نزين بلا كريم شونتيي اللي كنت مسبقا طلعتها على هذا الشكل هكايا، اللي درتها في واحد البوشادوي، وغادي نزين بها الوجه ديال الميلك تشيك ديالي باش هكا كنتحصل على ديك الجماليه ديال هذا العصير هذا. ومن طبيعه الحال غادي نزين في الوجه ديالو بهذاك شويه ديال الكولي ديال الفخيز اللي بقات ليا صافي. وتيكون هذا هو الميلك تشيك بالمذاق ديال الفريز. غادي نخليه جانبا وندوز باش نحضر معكم كذلك الميلك تشيك بمذاق الشوكولا، حتى هو غادي نحضروا بنفس الطريقه. غادي ناخذ كذلك جوج ديال الليبول ديال الكلاص ديال الفاني كيف ما تلاحظوا معايا، وغادي نضيف عليه هنايا واحد البنانه اولا الموزه. صدقوني هذا المذاق تاني ديال الشوكولا تيجي واحد المذاق ديالو رائع، مذاق خيالي. انا متاكده الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم، وخصوصا الوليدات الصغار هكا اللي عندكم الوليدات غادي ينال الاعجاب ديالهم في هذه الحراره هذه صافي. من بعد ما ضفت هذيك البنانه غادي نزيد ليها هنايا واحد 2 معالق تقريبا ديال الشوكولاته اللي تتكون من النوعيه الممتازه، يعني شوكولاته غيش اللي ذوبتها في حمام مريم. غادي نضيف هنايا 2 ديال المعالق كيف ما كتلاحظوا معايا باش هكا تنتحصلوا على واحد الذوق اللي تيجي رفيع وممتاز، والمذاق ديالو تيجي اكيد لذيذ. غادي نضيف ليه كذلك واحد الملعقه صغيره تاع بودره ديال الكاكاو اللي حتى هي تتكون من النوعيه الممتازه. ما ديروش ليا داك الكاكاو ديال الصباغه، ديروا كاوكاو ديروا كاكاو من النوعيه الممتازه. واكيد كنحلي بالحليب المركز المحلى نيسلي. واكيد غادي ندي كلشي يتطحن ليا في الخلاط الكهربائي كيف ما تلاحظوا معايا. وهنايا ما غاديش كيف ما قلت لكم ما نبالغوش في الخلط، غير بمجرد ما كتطحن لينا هذوك المكونات دغيا 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 صافي تنحبسوا يعني الخلط صافي. وتنجيب ثاني الكويس ديالي وتندير هاد الزين هكا البسيط في الجوانب ديال الكويس ديالي بالشوكولا كيف ما كتلاحظوا. وغادي نجيب المشروب ديالي اولا العصير ديالي من بعد ما تطحن. هانتوما شوفوا ملي تنخويه في الكاس تيجي القوام ديالو خاطر، وما نعاود لكمش واحد ريحه الشوكولا يا سلام، شي حاجه اللي زوينه بزاف.
وحتى هو تنزينو كذلك بلا كريم شونتيي، وغادي ندير هكا واحد الخطوط ديال الشوكولاته. وهكا تنكون حضرت معكم جوج ديال المذاقات ديال الميلك تشيك. حضرت معكم ديال الفريز اللي كيجي المذاق ديالو ولا اروع، شي حاجه اللي تا هو زوينه بزاف. انا متاكده الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم، وبالخصوص الوليدات الصغار غادي يحمقوا عليه. وكذلك غادي تشوفوا معايا الميلك تشيك بالشوكولا. بطبيعه الحال الشوكولا هرمون السعاده، كلشي تيبغيها، لا الكبير ولا الصغير. قوام كريمي منعش لذيذ. انا متاكده الا جربتوه غادي تعاودوا تجربوه وما غاديش يعني تستغناو عليه، لانه فعلا تيجي من اروع مما يكون. وممكن انكم تحضروا كيف ما قلت لكم يعني بالعديد ديال النكهات او المذاقات اللي ان شاء الله مازال غادي نشاركهم معكم. فلو وصلتوا حتى لهنايا ديروا واحد اللايك وواحد البارطاج باش هكا تعمل فائده على الجميع. وكنشكر كل اللي معايا في المجموعه ديالتي، كل عنصر فيها كل وحده بالاسم ديالها، وعلى راسهم المشرفات اللي كيبذلوا معنا صراحه مجهود كبير. الله يجازيكم كل خير. ومن طبيعه الحال دائما الشكر الكبير كيتجدد لخويا اتوميكس. خليتكم على خير ومع السلامه.